السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا صباح الفل، يا صباح الورد، يا صباح الياسمين. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة يا حبايبي كده قلت ايه اشارككم اليوم بتاعي من اول ايه الصبح. بدأنا كده نجهز فطار يا حبايب قلبي. انا كنت جايبة عجينة طعمية وعم بعملها كده قدامكم يا حبايب قلبي. اخت حبيبتي ربنا يخليها اتصلت عليا قالت انا جايه لك اقضي معاكي النهارده. قلت بقى ايه ما نعمل احلى فطار كده لحبايبي، ربنا يخليهم ليا يا رب وما يحرمنيش منهم ابدا. جبت عجينه طعميه كده يا حبايبي وقطعت عليها طماطمايه، سر بقى الايه التكه والطعميه الجميله بتاعتي اللي بيحبوها بيقولوا عليها كفته. حطيت طماطمايه يا حبايبي وبصلايه وقرن فلفل. ما يعرفوش ان ايه، شفت اللي بيقول العلبه فيها فيل، هم عارفين ان العلبه فيها فيل، الطعميه ايه كفته وخلاص. مش هقول لهم على السر، محدش يقول لهم بقى. جيت كده يا حبايبي ايه عملت بسويها بالشكل ده وعملت لهم احلى فطار يا حبايب قلبي. عملت فول بالصلصه بالبصل بالطماطم يعني، وعملت الطعميه بتاعتي وقليت بطاطس وعملنا جبنه كريمي بالف هنا وشفا وفطرنا والحمد لله. وخضره كمان وبصل اخضر. وجايه بقى ايه عازمه نفسها عندي، فانا جهزت الفطار الحلو ده يا حبايبي وقلت ايه اتشرف وتنور. ولاد اختي ربنا يخليهم كل ما يعوزوا حاجه احنا عايزين يا خالته، امهم تقول لهم انا ما بعرفش اعمل الحاجه دي عليكم وعلى خالتكم. فجيت يا حبايبي كده عامله لهم صينيه كيكه بالبرتقال كده بألف هنا وشفا. لو عايزين يا حبايبي الطريقه انزلها لكم في فيديو تاني ان شاء الله. عملت كده يا حبايب قلبي الكيكه وقطعتها كده قبل ما هم يجوا من الساعه 6. صحيت من بدري، ما هم حبايب قلبي بقى جايين ليا، لازم اقوم كده يا حبايبي واتنشط واعمل لهم احلى حاجه على قد ما قدرتي برضو. ربنا يخليهم يا رب ويديمهم نعمه في حياتي ويخلي لاخواتي الحنينين يا رب. جبت كده يا حبايب قلبي ايه قطعت صينيه الكيكه وبوريكوا هي ان شكلها شايفه ان عامله ازاي تحفه يا حبايب قلبي، لون وريحه وطعم ما شاء الله اهو. بس انا عامله ايه طبعا صينيه كبيره، فلو عايزين المقادير وعايزين الطريقه يا حبايب قلبي اكتبوا لي في الكومنتات وانا ايه انزلها لكم يا حبايب قلبي اهو. شايفين مرتفعه وجميله ما شاء الله بألف هنا وشفا. شايفين التسويه بتاعتها جميله ازاي اهو يا حبايب قلبي. جيت بقى اختي جايه عازمه قال نفسها عندي جايبه الايه الاكل غداها معاها. قالت انا عايزه اكل سمك، جابت سمك صبح كده يا حبايب قلبي. وانت ايه اللي بتعرفي تشوي كويس وايه واعملي لنا نتغدى مع بعض يا بنت. هو ينفع ان انت تجيبي حاجه معاكي ينفع كده؟ قالت انا مالكيش دعوه، وانا عايزه ايه اتغدى معاكي وحاجه انا ما بعرفش اعملها. انت عملتها ايه مش بيتي ولا ايه؟ قلت لها والله لو كل الضيوف زيك كده يا مرحب. جبت يا حبايب قلبي ايه السمك اهون. نضفته هي قعدت عملته بالمقص يعني وفتحته ليا وطلعت منه الحاجات بتاعته. وجيت يا حبايب قلبي انا ايه وقفت على الحوض وقعدت انضف فيه كده بالشكل دون اهو. انا بحب يا حبايب قلبي اللمه والهيصه والولاد ان احنا نتجمع كده. بحب انا الجو ده جدا. ربنا يخليهم ليا يا رب ويخلي الاخوات الحنينين ويخلي الناس الكويسه اللي في حياتي ربنا يخليهم ويديمهم نعمه في حياتي يا رب. يلا لو وصلتوا هنا حطوا لايك بقى يا حبايب قلبي وما تنسوش الاشتراك في القناه، واللي مشتركش يشترك وفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد يا احلى واغلى متابعين في الدنيا. انا ما كنتش بصراحه هصور بس هي لا قالت لي لا صوري. ربنا يخليكم ليا يا رب وما يحرمنيش منكم ابدا. قلت لها هقول للمتابعين ان انت اللي جايبه اكلك معاكي، قالت مش مشكله اهو يا حبايب قلبي. ربنا يخليكم ليا يا حبايبي وما يحرمنيش منكم ابدا. فهنا كنت بقى ما رضيتش اسرع الفيديو واوريكم انا بشوي السمك ازاي يا حبايبي، واوريها هي كمان عشان هي بتعرف كل حاجه بس بتشويه على الصاج على البوتاجاز، ما بتعرفش تقعد قدام الفرن، بتخاف من النار. اختي بقى الصغيره ومتدلعه وكده اهو. فايه قالت لا انا بحب ايه اكله من ايدك مشوي من ايدك. وكنا قايلين لماما كمان تيجي بس بصراحه حصل ظروف كده فما عرفتش تيجي. قالت ايه متعوضه مره تانية اهو يا حبايب قلبي. شوينا السمك اهون بنحطه في الفرن كده على نار عاليه بتعلي الجناب عندك لو عندك الفرن اللي زي دون اهو، والارضيه وتقلبي فيه كده يا حبايب قلبي.
لحد ما يستوي من ارضيته، وبعد كده تقلبيه على الوش التاني اهو. طريقة سهلة وبسيطة. اهو يا حبايب قلبي، حطوا لايك بقى. ايه رايكم؟ بنقلب فيه كده يا حبايب قلبي لحد ما يستوي ونطلعه بقى بالشكل دون. وعندنا الدقه بتاعتنا يا حبايب قلبي مجهزينها، عباره عن ايه؟ توم وفلفل اخضر وخضار، خضره محشي يعني، اللي هي كزبره وبقدونس وشبت لو عايزه. وتحط ايه من كل حاجه ايه عودين عودين كده، يعني ايه مش ربط كبير، على قد الايه اللي انت تعمليه. وطماطم يا حبايب قلبي، ونفرمهم في الخلاط مع بعضهم، وشويه زيت، حاجه بسيطه كده زيت. ونحط يا حبايب قلبي التوابل بتاعتنا برضو، ونحط شطه ونظبطه كده الدقه بتاعته اهو. وبعد كده ايه نخرجه من الفرن على طول، نبله في الايه الدقه بتاعتنا كده حبايب قلبي اهو. ونحط ايه نظبط الملح بتاعنا. وعملت كمان لهم رز بقى يا حبايب قلبي ببصل، بيبقى لونه تحفه يا حبايبي وطعمه زي العسل اهو. كنت بغرفه كده، شايفين ما شاء الله عليه، كان طالع مفلفل وزي العسل. بألف هنا وشفا على قلبهم، ربنا يخليهم يا رب ويديمهم نعمه في حياتي. هنا اختي كانت واقفه ماسكه معايا الطبق اهين وانا بغرف، ربنا ما يحرمنيش منهم ولا من دخلتهم عليا. من هنا بقول لها بحبك يا احلى اخت في الدنيا، ربنا يخليكي اختي وبنتي وحبيبتي، ويخلي لاخواتي الحنينين يا رب اهو. وخلصت كده يا حبايبي قلبي السمك اهون، كان طعمه زي العسل، صابح وزي العسل، بألف هنا وشفا. جبنا الصينيه بقى ورصينا الايه الاكل بتاعنا يا حبايبي. اكل بسيط وحاجه بسيطه. انا قلت لها اشوي فراخ، اعمل اي حاجه تانية يا بنتي، قالت لا احنا جايين عايزين مش نقف كتير ولا نطبخ ولا نعمل، عايزين نقعد مع بعض. فعملنا الاكل كده بسرعه يا حبايب قلبي اهو. عملنا سلطه وخضره جنب السمك، وعليها بصل بقى وخضار وايه وفلفل وطماطم، وبألف هنا وشفا اهو يا حبايب قلبي. رصينا بقى الصينيه بتاعتنا كده وطلعنا بره في السور، فرشنا وقعدنا كده بألف هنا وشفا اهو. لو عجبكم الفيديو بتاعي متنسوش اللايك والاشتراك وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد يا احلى واغلى متابعين في الدنيا. واشوفكم في رعاية الله وفيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.